ازيكم رجاله عاملين ايه الاخبار؟ انا احمد حسين اسيستنت. بعيدا عن شعري، مش عايز اي تعليق. انا صايم، تمام، ومهبط ومش قادر اتكلم، مع اني متعود ان انا اصور بعد الفطار، بس يلا اللي حصل. 100% من الناس بيذاكروا وفاتحين اقصى حاجه عندهم الفتره دي بيلموا بقى، ولكن الناس ديت متقسمه نصين. نص كان بيدح طول السنه ودلوقتي بيدح برضه عادي، بيكمل على نفس المنوال، ما هو خبره. واحد تاني كان بيتكاسل، ما كانش مركز، كان مش فاتح اقصى حاجه عنده، كان بيضيع وقت، جاي يدوس مش شغال، فاهم؟ جاي يدوس برضه ما بيدوسش، فاهم؟ جاي يدوس، ما هو كان في مخيلته طول السنه ان هو بقى ايه، هيجي في الاخر وهينفجر بقى ويخلص المنهج بقى، واتفاجئ، اتصدم. الفيديو دوت 5 نصايح للناس دي، الناس اللي بالنسبه لهم المذاكره لسه جديده عليهم، فاهم؟ اتصدم. ال5 نصايح دول انا مجمعهم من الفيديوهات اللي فاتت كلها، ال 200 وشويه يوم، ودول من اكتر النصايح اللي انا شايفها مهمه وبفضلها، ومهمين في الميعاد اللي انت فيه ده. الميعاد اللي احنا فيه ده يا عبد الرحمن، بتلم كل اللي عليك، بتقفل مع المدرسين، بتجهز للمراجعه، مش عارفه ايه، عشان بس تعرف ان انا معاك على نفس الخط. حلو قوي. عارف ان في ناس اصلا في مواد ما فتحتهاش في مراكمه بتبدا تفتحها، فاهمك فاهم. المهم، اول واحده، مش بالغشوميه ولازم تتذاكر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني من الاخر كده ما ينفعش تيجي تقول لي بقول لك يا صاحبي انا النهارده هخلص 5 حصص فيزياء واتنين كيمياء وهحل عليهم شويه، ده اسمه غشم. لازم تتذاكر، يعني ادفع حاجه على الاقل، مثلا قسمهم، خد لك مثلا ايه، واحده فيزياء واحده كيمياء، وبعد كده في اخر اليوم واحده فيزياء واحده كيمياء، ده اللي هو كمذاكره حصص. وفي النص بس انا اقعد حل. المهم ايه، دلع نفسك في الجدول كده. حاجه تانية عايز اقولها لك، لازم تتغاشم. يعني ايه يا عبد الرحمن التناقض ده؟ ما هو انت في اوقات كده لازم تتغشم وفجاه تقوم واخد مثلا يومين كده تطبقهم، في 3 حصص لازم يخلصوا، في 100 صفحه لازم يتحلوا، حاجات كده، ساعتها لازم تقرر ان انت تتغاشم. فمن الاخر كده بطلب منك وبدعوك ان انت تلاقي الشعرايه اللي فاصله بين انك تتغاشم وانك ما تتغاشمش. فاهمني يا وحش؟ كده خلصنا من اول واحده. تاني واحده، تابع نفسك عشان تعرف ايه اللي بيضيع لك وقتك. يعني ايه الكلام ده؟ والكلام دوت على فكره كحياه وكثانويه عامه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت بتقعد على الموبايل كتير، انا خدت بالي ان انا بقعد على الموبايل كتير، فخد بالي انا مثلا بفتح الانستجرام فبضيع وقت كتير. طب بقى الجزء بقى الثانويه عامه بقى، ده كان جزء الحياه. جزء بقى الثانويه عامه، انا لما بحل انتجريشن، لو حد بياخد ماس يعني، بضيع وقت. انا لما بذاكر فيزياء بضيع وقت، بطول فيها قوي، بسرح كتير. انا لما بقعد احل فيزياء بقعد بالساعات وفي الاخر بحل صفحه. واخد بالك؟ انت تابع نفسك بحيث ان انت تعلي الانتاجيه. حلو قوي. تالت واحده، اعمل نظام وبعدين الزق فيه. اعمل نظام وبعد اعمل نظام، بص، حتى لو نظام معفن، فاعمل اعفن نظام في الحياة والزق فيه، وبعدين خلي التعديلات تيجي كده بالتوالي بالراحة، ولكن الزق في النظام وامشي فيه، امشي في النظام بتاعك عمياني. حلو قوي. رابع حاجة، أهم حاجة النظام ونفسيتك. حتى كنا لسه بنتكلم عن النظام، أهم حاجة النظام في نفسيتك، سواء كان مع المدرس أو معاك أنت. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا وأنت بتذاكر تكون منظم نفسك، وانت بتذاكر تكون منظم وقتك. انا هعمل كذا وبعد كده كذا وبعد كده هاخد ريست شويه، بعد كده اعمل كذا، بعد كده اعمل كذا. بلس المدرس بتاع المراجعه مثلا، وهتلاقي فيديو برضه عن حوار المراجعات ده. سي مثلا بينزل حصه كل يوم سبت، في مدرس تاني بينزل سبت وحد، في مدرس تاني بينزلك واحده ده اكيد مش موجود يعني، بس ما علينا ان كل مدرس ليه نظامه. في مدرس يديك الحصص كلها وانت تقسمها براحتك. حلو قوي. ده كده اهم حاجه النظام ونفسيتك، نظامك انت ونظام المدرس، وبرضه نفسيتك دي يعني بونص كده مني ليك. لازم تحافظ على نفسيتك لان الفتره دي يعني فيها يعني قرص على النفسيه بطريقه غشيمه، وانا عارف. خامس حاجه وهي التركيز على الحل بشكل اكبر، عشان مهم قوي الفتره دي لازم تركز على الحل بطريقه غشيمه. يعني ايه يا عبد الرحمن الكلام ده؟ يعني ما نفهمش؟ لا، تفهم. النظام الجديد محتاج فهم بطريقه غشيمه، ولكن لازم تدمج ما بين الحل والفهم الفتره دي. يعني مثلا لو احنا كنا جينا في الاول كنت ممكن اقول لك ايه، اقعد وافهم وركز وبتاع وبعد كده اقعد حل. لا، دلوقتي حاول تدمج الاتنين شويه. حاول وانت بتحل تفهم، حاول وانت لو انت الدرس مثلا ولسه في شويه نقاط ايه واقعه منك، ابدا ان انت حل، والنقاط اللي واقعه ديت هتبدا ان هي ايه، يعني دماغك هتلضم كده وهتبدا تفهم النقاط ديت عن طريق الاسئله. لا طيب، كده خلصنا. كده خلصنا.